بسم الله الرحمن الرحيم رمضان لا يعلنوا رمضان يصدق ورنو نبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس بزجبوت حديث لاي من بلوال ابن عباس لنبي عليه الصلاة والسلام سيجلسو كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس كسوت كل يبلته شر نبر نبي عليه الصلاة والسلام وأجود ما يكون في رمضان በጣም ቸርነታቸው የሚጨምረው ደግሞ በረመዳን ነው አሉ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ በረመዳን ይበልጥ ቸር ይሆናሉ حين يلقاه ጅብሪል ጋር በሚገናኙበት ወቅት ረመዳን ላይ ተዳሩስ ያደርጋሉ ቁርአንን የሚማማሩበት ጅብሪል የሚቀራበት የሚያደምጡበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየቀሩ ደግሞ ጅብሪል የሚያደምጥበት ጊዜ ነው وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه قرآنا يمامار نبر برمضان በእያንዳንዱ ሌሊት ጅብሪል ጋር ይገናኙ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህም እጅግ በጣም ቸርነታቸው ይጨምር ነበር በረመዳን فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير بخير نجر بالكام نجر بمادرك نبي صلى الله عليه وسلم شرنتاتشو من الريح المرسلة كأولو نفاسي بلتا فتعن نبرو نبي عليه الصلاة والسلام ابن القيم هنا حديث مسارة هذا منالو نبي عليه الصلاة والسلام اجاتشو لا يالا نجر هونو يساسبت نجر يلاتشو كل نجر يساتو نبر استكثار أدرقوا أوكم ይህን ያክል አለኝ ብለው አያውቁም ምክንያቱም ቀድመው ያወጡታል ከሰለፎችም ታይቷል 70,000 ዲርሃም በአመት የሚያገኙ ሷሊህ ሰው ዘካ የማይወጅብባቸው አሉ ምክንያቱም ዘካ ሐውል መሙላት አለበት አንድ አመት ሲዞር ነው ዘካ 2.5% ዘካ የሚወጣው አንድ አመት ከመድረሱ በፊት ግን እሳቸው በሰደቃ ወጣው ጨርሰውታል ሀብታም ናቸው ግን ሰደቃ ዘካ ይወጅብባቸው ይላሉ በአመት ውስጥ የሚያገኙትን ገቢያቸውን ረመዳን ከመድረሱ يعني ከአመት እስከ አመት ከመድረሱ በፊት ዘካ ከመውጀቡ በፊት አውጣውታል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ታሪካችን ይህን ነው የሚመስለው ሁላችንም ያለንን ነገር አንሰስት ዕውቀት ያለው ዕውቀቱን አይሰስት በአላህ ፈቃድ ገንዘብ ያለው ገንዘቡን አይሰስት ሁሉም በሚችለው አቅሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠይቀን ያለንን ነገር ነው ثم لتسألن يومئذ عن النعيم እኔ በሰጣችሁ ውለታ ላይ የቂያማ ቀን እጠይቃችኋለሁ ነው የሚለው አላህ የሰጠንን ነገር ነው ኢንፋቅ እንድናደርግ የሚጠበቅብን ኢንፋቅ አይነቱ ብዙ ነው ገንዘብ ስለሌለን ማለት አንችልም አኽላቅም ኢንፋቅ ነው የአኽላቅ ሰደቃል تبسمك في وجه أخيك صدقة نبي عليه الصلاة والسلام في تلاي يمتاسايو فققتا صدقة بزوعينة صدقانا لأخلاق صدقاء لما نتر ولذلك إن شاء الله شيرنتاتشن بهلم مسكيون بجنزباتشن بوقتاتشن بأخلاقاتشن دوم نبي عليه الصلاة والسلام بعد حديثاتشو من دنا يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم إن أنت بجنزباتشو كلهم سو ما سدست كلهم سو ما دارسات أتشلهم فسعوهم بأخلاقكم بأخلاقاتشو كن كلهم سو درسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يصدقا كونسبتاتشن سفابلو إن شاء الله صدقاتشن በየጊዜው እናድርግ በየቀኑ እናድርግ ረመዳን ደግሞ በተለየ መልኩ ሰደቃ በእጅጉ የሚበረታታበት ምስኪኖችን ማገዝ ማህበራዊ ችግራችንን መቅረፍ ከዛም አልፎ ደግሞ ይህንን የማንችል ሰዎች ገንዘብ ማውጣት የማንችል ሰዎች ደግሞ ማለት የሌለን ሰዎች ደግሞ በተለያየ አይነት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲዎቻችንን በመወጣት ኢንሻአላህ يصدقا تكافين هنا لله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته